بخير وعلى خير وبصحة جيدة. مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم غادي نشارك معكم العسل بسكر سنيدة. ممكن تستعملوه في جميع المعسلات الرمضانية، وبهذه المناسبة كنقول لكم رمضان مبارك سعيد يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والسلامة. وغادي ندوزو مباشرة باش تعرفوا المقادير وطريقة ديال التحضير ديال العسل. بالنسبة للمقادير عندي 2 كيلو ديال سكر سنيدة، وعندي 2 عويدات ديال القرفة، عندي حامضة اللي قطعتها دوائر. وبالنسبة ل2 كيلو ديال سكر سنيدة غادي نحتاج معاهم إترو وربع ديال الماء. يعني انا عطيتكم المقادير مضبوطه، غادي تحتاجوا 2 كيلو ديال سكر سنيده مع إترو وربع ديال الماء. وغادي ناخذ يعني العسل غادي نطيبه في الكوكوط. غادي ناخذ كوكوط وغادي ندير فيها الكميه كامله ديال سكر سنيده اللي هي 2 كيلو. 2 كيلو ديال السكر سنيده. وغادي ناخذ واحد المعلقه ديال الخشبيه اللي غادي نحرك بها، وغادي نضيف إترو وربع ديال الماء. يعني 2 كيلو ديال السكر سنيده غادي نستعمل معها إترو وربع ديال الماء. يعني انا عطيتكم العبار مضبوط. وغادي ناخذ المعلقه ديال الخشب وغادي نحاول انني نحرك مزيان السكر سنيده مع الماء حتى يذوب ليا وما يبقاش ليا ما تبقاش ليا سنيده مكتله في القاع ديال الكوكوط. نحاول انني نحركها مزيان حتى تبدا تذوب ليا اولا تخلط مزيان مع الماء. ومن بعد غادي نضيف عليها باقي المكونات. ودابا غادي نزيد حامضه اللي قطعتها دوائر، وغادي نزيد 2 عويدات ديال القرفه. يعني هادو هما المكونات اللي غادي نستعمل في هذا العسل، يعني 3 المكونات باش تحضروا عسل كيجي رائع وممكن تستعملوه في جميع المعسلات ديالكم. ودابا غادي نسد الكوكوط وغادي ندير لها الصفاره وغادي نشعل عليها عافيه مجهده حتى تبدا تصفر الصفاره. عاد من بعد غادي نقص عليها البوطه. كيف ما كتشوفوا هنايا العافيه راه خليتها مجهده حتى تبدا تصفر الصفاره. عاد غادي نقص وتكون العافيه مهيله ونخلي العسل يطيب مده ديال 45 دقيقه على عافيه مهيله. وهنايا من بعد ما دازت 45 دقيقه بالضبط هنا العسل ديالي صافي راه وجد، يعني ما تزيدوا عليه حتى دقيقه. وباش تاكدوا بان العسل ديالكم راه يعني طايب 100%، كذا يعني تاخذوا واحد الدائره ديال الحامض يعني كتكون على كتحصلوا على هذا اللون. صافي كتاكدوا بان العسل ديالكم راه واجد 100%. وقبل ما تخدموا بهذا العسل يعني كتخليوه يبات ليله كامله عاد ممكن تستعملوه، حيت منين كيبات كيزيد كيعقد واحد شويه، يعني ما كيبقاش خفيف على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا. يعني ملي كيبات كيزيد يتقال شي شويه صافي ممكن يعني تستعملوه في المعسلات ديالكم. كيجي رائع وانا عطيتكم المقادير مضبوطه مع التوقيت المضبوط. وإلا بغيتو كميه اقل كتنقصوا المقادير، وإلا بغيتو يعني تقادوا كميه اكثر كتضاعفوا المقادير. وكنتمنى هاد الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. وإلا يعني احترمتوا الطريقه والخطوات والمده ان شاء الله غادي يعني تصدق معكم اولا غادي يصدق معكم هذا العسل. يعني كيف ما كتشوفوا كيكون مازال يعني جاري واحد شويه، ومني كيبات هنا راه مازال سخون، ومني كيبات كيزيد يتقل. وممكن صافي ملي كيتقل من بعد يعني ممكن تخدموا به مباشره. وهذا هو العسل ديالي ب3 ديال المكونات بسكر سنيده. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو مقبل ان شاء الله.